بقت مصانع الصين بتكلمنا نصدر امريكا. ECC انتوا عندكم مصانع بتصنع تساعد البراندات او الاشخاص صحيح. اللي عايزين يعملوا ماركات من اول حاجه، من اول الفكره او الفكره بتبقى بتاعتهم لحد ما تتباع. كور بيزنس عندنا كان طبعا المصانع التجميل، وبعد كده عملنا مصانع اللي هي خاصه بالباكجينج، وبعد كده كمان عملنا السبلمنتس بقى اللي كريم يعني هنتكلم فيه. جوه المصانع بتاعتكم تساعدوا في تصنيع منتجات 70% من البراندات اللي هي حضرتك 70% بتشوفها. من البراندات اللي موجوده بالظبط. انكلودنج المستورد والمحل. بالظبط. قصتنا هي ممكن تدي للناس توجه ان هم يشوفوا ازاي. احنا على فكره احنا كنا بادئين ما كانش عندنا امكانيات عاليه ولا حاجه، احنا كان عندنا حلم فعلا ان احنا صغيرين. يعني بحكي لكم قصه بقى لها 25 سنه على 2 فيزز، يعني من 2000 لحد 2015 احنا بنشوف السوق وبنتعلم وبنحاول نفهم ايه اللي بيحصل في الماركت، لحد في 2016 ما بدا يبقى يحصل بقى فعلا الترانسفورميشن او التحول عندنا في ECC، ان احنا بدانا نهتم ان احنا مش نعمل بس مجرد مصنع تجميل ان هو بيصنع حاجات التجميل بس، لا احنا هنروح قبله كمان هنعمل مصانع للباكجينج متخصصه في الباكجينج او التعبئه والتغليف الخاصه بحاجات التجميل. فبدا يبقى مصنع في مصنع في مصنع، ونسافر بره نروح نجيب التكنولوجيا هناك اللي بره تشتغل ونعمل مصانع. لما حصل الازمه ما بين امريكا والصين في فكره التارفس والحاجات دي وكده،